اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي من قناة ار بي جي برو، واليوم جيت لكم في مقطع جديد. اشتقتوا لي صح؟ ما اشتقتوا لي؟ خلاص. السلام عليكم، سكر المقطع. خلاص ان شاء الله رجعنا بعد القطعة الطويلة، وقطعة القرف، وقطعة المرض، وقطعة النفسية الزفت، وقطعة المشاكل ومدري ايش. فان شاء الله رجعنا خلاص. ولي تقريبا حتى عن ماينكرافت سحبت يعني. لي تقريبا يمكن اسبوع قاعد العب ماينكرافت. حتى بذيك الفترة يعني كنت العب ماينكرافت كل اسبوع مرة، كل اسبوعين مرة. كنت لحالي في السيرفر، كنت ألعب لحالي، ما في حدا من الشباب، كلهم ساحبين. يعني ذا الشيء اللي خلاني مثلا أسحب زيادة. طبعا شيء كذا الأشياء اللي في بالي ما راح أقدر أسويها إلا لما أنتوا تدعموني وترجعوا دعم القناة وترجعوا المشتركين ترى بذي الفترة اللي أنا غبت فيها المشتركين ما وقفوا، قاعدين يزيدون كل أسبوع واحد، كل أسبوع اثنين. ولو إنه قليل بس قاعد يزيد، يعني ما قاعد يوقف. راح يصير في مقاطع جديدة، مشاريع جديدة وأفكار جديدة وكل شيء جديد إن شاء الله. سلاسل جديدة كمان، في سلسلة جديدة راح تنزل لكم قريبا. فما ودي أطول كثير. أدري إني غبت وطولت عليكم، وصراحة ما ودي كثير أطول في الكلام، يعني ودي أدخل في الموضوع على طول ونبدأ. أول شيء خلينا نروح للسبون ونشوف إيش سوينا في السبون. طبعا أول شيء سوينا في السبون حرقنا في المحل. لا طبعا ما حرقناه، ولكن جت عاصفة ودمرت المحل. ولكن إن شاء الله راح أسوي له فكرة ثانية عن قريب يعني. فما راح اني اعتمد على نفس هذه الفكرة، او ما راح اعتمد على نفس المبنى، ما راح اجدد المبنى، لا راح اغيره كله وابني محل تاني. نطلع لفوق مثل شايفين السبون كبرناه. خلونا نطير ونشوف كيف صار. ومثل ما انتم شايفين هذا تقريبا هيك صار شكل السبون. طبعا لسه ما كملته، لسه باقي اني ابني برج مراقبة جدا ضخم. راح يكون على يعني راح يكون برج مراقبة اعلى شيء، ويعني هو راح يكون نهاية السبون ان شاء الله. في الايام اللي جاي، في المقاطع اللي جاي، راح يكون كامل. طبعا لو نطير من هذا الاتجاه، من اتجاه محل الفرن او محل او من الفرن اللي بناه رويال، من محل العظم تبع ابراهيم، نطلع لفوق بتلاحظوا في جزيرة طائرة. هاي الجزيرة الطائرة اللي سويناها خلف الكواليس، وبنينا فيها الجولد فارم. ولحتى نطفيها طبعا نحتاج نطفي هذا الليفر، ونجي للليفر الثاني ونطفيه، وبس كذا بنطفيها. وكمان كذا بتشعلوها بنفس الطريقة. ممكن اني في المستقبل اسوي سيستم معين اخلي يكون ليفر واحد يشغل الفارمين، ويكون جنب مكان التأفيك عشان يكون الوضع اسهل شوي. وطبعا هنا مسوي آلة تطوير، بما انه جولد فارم واكس بي فارم، فاكيد لازم يكون في آلة تطوير. فعشان كذا سويت آلة تطوير. وما شاء الله الشباب شفطوا الانفلات كلها، شغالين الشباب. طبعا هاي الحفرة او الانبوب اللي يموتوا فيها الزومبي بيجمان. وطبعا عشان ما يكونوا الستورج والفلتر تبع الجولد فارم، يعني عشان يرمي السيوف والدروع، عشان ما يكون ظاهر وشكله سيء، سويت برجين مثل ما شايفين وجوا المخزن. وهنا سويت بيت يعني بس عشان يعطي شكل للجزيرة، عشان ما تكون شكلها فاضي وما فيها شيء. سويت بيت، سويت نافورة برا. اوكي دقيقة، هنا كان في اندرشيس، وهذه اللوحة ما كانت في هذا الشكل. هذا اكيد يوسف. هنا يعني في ستورج خفيف يعني بسيط، اذا صار موارد كثيرة ممكن نحط فيهم. وهذا السرير بنشاله. يا اخي الشباب يبون يسووا مشاكل. هذا السرير مكانه هنا، لا احد يشيله. بالنسبة للبطولة، بطولة البي في بي، مع الأسف إنه يعني مثل ما شفتوا إنه أنا سحبت وأغلب الشباب سحبوا. يعني كثير أشياء مشاكل صارت معنا إحنا، من الشباب معهم اختبارات ومعهم مذاكرات، فعشان كذا صار في مشاكل. بس بطولة البي في بي لعبناها وكملناها، واللي فاز فيها هو إيفان. يعني المهم إنه بالنهائي فاز إيفان على رويال. وطبعا جائزته جاهزة وموجودة في الاندر شيست. انتم شايفين هذا الشرطة الازرق هو عبارة عن جائزة هاي البطولة اللي انا مسويها طبعا. بس ما راح يحصل هاي الجائزة لحد الان. ليش؟ لانه ساحب. ما ادري ليش، حد يكلمه، حد يشوفه، ما ادري ليش هو ساحب. ولا فترة يعني حتى معنا ما يتكلم. تقريبا من آخر مرة، من آخر مقطع نزلته أنا وياه، من بعدها ما شفته ولا لعبت معاه ولا كلمته ولا كلم. فإذا حدا يعرفه أو يعرف كيف يتواصل معاه، شوفوه وينه وجيبوه عشان يستلم الجائزة، مش عشان شيء يعني. وخلونا نبلش ناخذ أرباح المحلات، لأن أنا من فترة يعني طويلة، لي فترة أسبوع قاعد ألعب ومعبي محلاتي، لكن يعني ما أخذت الأرباح. خليته من المقطع عشان أتحمس أكثر وأشوف الموارد وأشوف الدايموند. فنبدأ أول شيء بمحل الخشب ونشوف الأرباح. أوكي، 54 حبة من محل الخشب، شيء جدا جميل. ومحل الأكل ما فيه شيء مع الأسف يعني، لأنه هو صراحة كان فيه تقريبا 7 حبات أو 10 حبات، لكن أنا شايلهم من قبل يعني. اوكي، ونفتح تشيست المحل الإليتر، اللي أتوقع ممكن أكثر محل يجيب لي موارد وأكثر محل يجيب لي دايموند. ما أدري ليش الشباب دايما يضيعون الإليترات حقتهم. لكن نفتح
اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، ستاكين و46 حبة. طبعا انا مغلي السعر، كان السعر 17 حبة اللي يتذكر، بس خليته 24 حبة لان الشباب يعني متفلتين، متفلتين حرفيا متفلتين. اخر مرة جمعت لهم شولكرين خلصوها بكم يوم، فعشان كذا يعني مغلي السعر. ونفتح محل الفاير وورك ونشوف الدايموند الكثير يا حبيبي، يا حبيبي على الدايموند. واتوقع يبي لي اني اليوم اعبي محل الفاير وورك. اول شيء لحتى نعبي محل الفاير وورك نحتاج قصب سكر من عند يوسف، نحتاج 3 شولكرات قصب سكر، كل شولكر يعطيني 3 شولكرات اوراق، فكذا 3 شولكرات قصب سكر يجيبوا لي تقريبا 9 شولكرات فاير وورك. طبعا بما انه هذا التشيست كامل، فبدل ما اني ارميهم واحولهم راح اكسر التشيست كامل دبل تشيست، يعني اكسره وارجع احطه بس اخذ منه القصب السكر، وبكذا بيكون دفعنا حق القصب السكر، روحنا يعني اللي ربحناه روحنا. لا طبعا قصب السكر ما ياخذ، ما يروح لي كثير دائما صراحة، يعني 3 شولكرات على 3 على حبة واحدة، يعني تقريبا ممكن ياخذوا مني 90 حبة أو 90 حبة دايموند أو 85 حبة دايموند، شيء زي كذا. بعد ما جمعت كل الموارد اللي الأرباح والدايموند اللي كان عندي من قبل، مثل ما شايفين ستاكين و50 حبة بلوكات دايموند. اوكي انا خلف الكواليس كنت مسوي كيفنج، تذكرت الحين انه خلف الكواليس كنت مسوي كيفنج، ومثل شايفين هاي الموارد اللي مجمعها، ففي دايموند خلونا نكسره عشان نزيد البلوكات. وبما انه محل يوسف اكثر واحد يجيب لي ارباح، بما اني انا اشتري منه وابيع عن طريقه او عن طريق الموارد حقته، فخلونا نكسر الدايموند جوا محل يوسف. وطبعا البلوكات النادرة او الدايموند النادر اللي هو الدايموند القديم ما راح اكسره، راح اخليه، راح احتفظ فيه، ممكن ابيعه، ممكن اسوي عليه مزاد لانه نادر ويعني شكله يعني بيعطيك هيبة على الشكل القديم. وبعد ما كسرناهم لا تنسوا تكتبوا لي في الكومنتات تتوقعوا كم جبنا منهم، ونفتح الانفنتوري ونشوف تاك و43 دايموند. اوه ماي جاد، يا اخي رهيب، يا اخي الدايموند رهيب، شعور انك تكسر دايموند ويكون عندك دايموند شيء رهيب. تعالوا بس ندمجهم مع البلوكات ونشوف كم صرنا. 15 بلوك دايموند نحطهم في الشوكر حق الموارد، وبكذا بنكون قفلنا 3 ستاكات بلوكات. اوه ماي جاد، قطعت ورجعت، ومع ذلك انا اغنى واحد في السيرفر، فان شاء الله راح يزيدوا يزيدوا ويزيدوا وما راح ينقصوا ابدا ان شاء الله. طبعا خلف الكواليس اشتغلنا على منطقة انا وايفان، هذه ساعدني فيها ايفان صراحة، واللي هي منطقة المودرن. نحن لحد الان ما سوينا منطقة مودرن، وسبب انه نحن قطعنا اصلا فترة طويلة يعني ويعني لو ما قطعنا ممكن كنا اشتغلنا شيء اكثر من هيك، لكن حاليا نحن مستمرين ان شاء الله، ما راح نقطع مرة ثانية. وهذه منطقة المودرن اللي راح نسوي وراح نبني فيها ان شاء الله مباني المودرن. وطبعا دائما 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 اول واحد بيبني محلات، اول واحد بيسوي شيء بالسبون هو يوسف، حتى لو شيء صغير وشيء بسيط لكنه بيسوي شيء. فهذا محل يوسف اللي هو اول محل مودرن في السبون، هو محل البوتيت. دقيقة، هو مستعمل كوارتز وانا اذكر يوسف ما عنده كوارتز. هل يا ترى اخذ الكوارتز الموجود عندي في منطقتي، لان انا احتاج لمشروع اليوم. الكوارتز اللي موجود في منطقتي تقريبا ستاكات كثيرة، يعني احتاج لمشروع اليوم، فيا رب انه ما يكون اخذهم. اوكي لمشروع اليوم انا احتاج كوارتز، واحتاج كوارتز مرة كثير، نقول ان شاء الله انه شو اسمه، نقول ان شاء الله انه يوسف ما اخذ كل الكوارتز اللي انا مجمعه، انا مجمع كثير صراحة واحتاجه مرة كثير لمشروع اليوم. اوكي 9 ستاكات، اوكي لكن انا كانوا تقريبا 10 ستاكات كانوا، او 9 ستاكات ونص، يعني هو اخذ نص ستاك. تعال ابيك الحين النص ستاك ترجعهم. طبعا بالنسبة لمشروع اليوم راح يكون مبنى ضخم مرة كثير، وراح ابني بهاي الجهة ان شاء الله، ما ادري كيف راح ابني باي زاوية وباي طرف ووين، لكن ان شاء الله راح ابني بهاي الجهة. لسه ما قررت صراحة، وهي الموارد اللي انا احتاج. طبعا لسه احتاج موارد اكثر من ذي، احتاج موارد قد ذي و3 مرات تقريبا، لكن لسه ما جمعتها، لسه قاعد اجمعهم. طبعا اللي سويته خلف الكواليس هذول الحظيرتين، اكبر حظيرتين في السيرفر اتوقع، وراح يكونوا فيهم بقر، راح يكون فيهم خنازير، راح يكون فيهم خرفان.
عشان بما انه انا عندي محل اكل وما عندي حظيرة حيوانات. يعني انا عندي محل اكل وما عندي حظيرة حيوانات. كيف حاليا انا عندي الكريبر فارم وجمعت لي كم باودر بكمية كويسة عشان اعبي المحل مرة ثانية. ومثل ما انتم شايفين جمعت 3 شولكرات جم باودر والثلاث شولكرات اللي اشتريتهم من القصب السكر من محل يوسف. فخلوني احولهم كلهم لفاير وورك وارجع لكم. اوكي، وقبل ما نعبي محل فاير وورك اكيد كلكم تتذكروا مبنى الانجازات اللي سويناه خلف الكواليس. لا، مبنى الانجازات اللي سويناه قبل حلقة او حلقتين، ما ادري كم صراحة نسيت. مبنى الاهداف او الاهداف السيرفر او انجازات السيرفر. لكن حرفيا انا من لما سويته سحبت عليه ولا كملت فيه اي شيء. حتى الاهداف اللي كنت لازم اسويها ولا اهتمت لها. فمن ان شاء الله من مقطع اليوم راح نهتم لهم. يعني حتى اني نسيت ايش كانوا الاهداف اللي كنت مسويهم او اللي كنت كاتبهم. فخلونا نشوف، نفتح الكتاب ونشوف. واول هدف كان انه نحول الكهف لقرية. صراحة هذا بلشت في خلف الكواليس وان شاء الله راح تشوفوه بالحلقات القادمة. والتحدي الثاني واللي هو بيكون النذر رايت. وبالنسبة للتحدي الثالث كان انه نجيب 10 ستاكات بلوكات دايموند. وهذا بلشناه في بداية المقطع. مثل ما انتم شفتوا جمعنا 3 ستاكات بلوكات، او يعني صار عندنا 3 ستاكات بلوكات وعليها شوي، يعني 10 حبات تقريبا او 11 حبة نسيت. الهدف الرابع كان انه نبني بطولة البي في بي، وهذا شيء سويناه. ونفوز بتحدي الكيفك. مع الأسف انه خسرنا قدام يوسف وخسرنا بنتيجة جدا سيئة. والهدف السادس كان عنا واللي هو انه نوصل ليفل 1000. طبعا بالنسبة لهي الاهداف كلها اللي سويناه واللي ما سويناه ان شاء الله راح نبدأ نشتغل عليه. بالنسبة لنوصل 1000 ليفل، هذا راح يصير في المقاطع القادمة. راح يكون شيء جبار. وطبعا بما انه سوينا بناء بطولة البي في بي او تحدي بطولة البي في بي، خلونا نحطه بغرفة الانجازات اللي هي كل المبنى، عشان بس هي الغرفة الصغيرة. اوكي، جايب العيد في الكتابة. خلينا نصلح الكتابة وارجع لكم. اوكي، صلحنا الكتابة ونرجع نحط الورقة. وما كنا شايفين بناء بطولة البي في بي. خلاص سوينا هذا التحدي. اما بالنسبة لتحدي النذر رايت، انا احتاج 4 شولكرات من حبة النذر رايت المو مطبوخة. الحبة اللي تحصلوها بالنذر رايت او بالنذر عفوا، اللي هي نذر دبري اسمها او دقري والله ما ادري. احتاج منها 4 شولكرات عشان اقدر اسوي بيكون كامل من النذرايت. احتاج شغل مرة كثير. وحاليا اللي مجمعه 2 وعليها شوي، 2 ونص تقريبا. فاحتاج قدهم 4 شولكرات. يعني يبيلي سنة ان شاء الله. لا ان شاء الله اني الحق اسويها. وطبعا موارد المبنى جمعت شويتين منها. باقي لي بس يمكن نوعين بلوكات او 3 انواع بلوكات، وراح اجمعهم حاليا وبرجع لكم. اوكي، ولوقت انا اجمع الموارد خلوني اورجيكم وانا قاعد اعبي محل الفاير وورك. 9 شولكرات فاير وورك راح نعبيها حاليا في المحل. ان شاء الله ما تخلص بسرعة، لان يعني يحتاج لي افك مرة كثير في الجمباودر، لان الجمباودر اللي عندي كله خلص. بالاخص اني بعت منه لمعاذ لمحل التي ان تي. قال لي انه يعني اساعده في محل التي ان تي، وبعت له 7 شولكرات جمباودر. يمكن او 6 شولكرات جمباودر، والله اني نسيت. فخلوني اعبي محل فار وورك وارجع. اوكي، ورجعت لكم عند القرويين لان احتاج اتقايض معهم واجيب بريكس. في المشروع حقي احتاج بريكس مرة كثير. ومثل ما انتم شايفين جبت الخصم. سويت ريد وجبت خصم عشان اشتري منهم بريكس. اشتري اول شيء ايمرالد وبعدين اشتري بريكس. طبعا حتى اشتري الايمرالد جمعت لي كمية كلاي. مثل ما شايفين الشولكر بيت لي يمكن 3 شوكرات او 4 شوكرات كاملين. وحاليا راح اتقايض معهم واجيب بريكس واكمل تجميع موارد المبنى. وبعدين برجع لكم.
وطبعا غير البريكس اللي جمعناه قبل شوي، أحتاج أجمع أحتاج أجمع بلوكة المد، مد بريكس، مش المد السودا، لا المد البريكس. فهي تجميعة مرة قروشة، أنا كنت محسبه إنه مرة سهل، بس طلع مع الأسف إنه مرة قروشة. طبعا أنا أحتاج هاي البلوكة، أجيب هاي البلوكة، أحتاج أجمع هاي البلوكة من المستنقع الجديد، وأحتاج أجمع ويت مرة كثير، لأن كل بلوكة من هاي مع بلوكة ويت تعطيني هذول البلوكات. وهذول البلوكات كل ما أحط 4 مع بعض بيعطوني مد بريكس 4 حبات. يعني مرة قروشة. يعني إذا أنا أحتاج 10 ستاكات من هاي بلوكة، أحتاج أجمع 10 ستاكات ويت. وإذا أحتاج أكثر لازم أجمع أكثر وهيك. فأنا قلت أوكي، هلا والله، جيتكم على محل الفضايح صح؟ طبعا قلت ما في غير حل واحد، واللي هو النانو فارم، أو أسوي حظيرة بهذا الشكل، مزرعة وأجمع منها. بس مع الأسف النانو فارم طلعت مرة ضعيفة ومرة سيئة في البدروك. وغير كذا يعني، فوق ما إنها سيئة كمان هي سيئة أصلا لأن سيرفر يعني بطول كثير. فعشان كذا اعتمدت على شيء ثاني، واللي هو إني أروح أجمع من القرى. رحت جمعت لي تقريبا 5 أو 6 قرات، عفوا قريات، وشوفوا معي الكمية اللي جبتها، تقريبا 3 ستاكات أو ستاكين ونص بلوكات. يعني شيء مرة كثير. يعني أنا كنت مفكر إني أعتمد على النانو فارم، خلال ساعتين جابوا لي شيء بسيط. هذول خلال يمكن كم نص ساعة جبت 3 ستاكات بلوكات، مش 3 ستاكات بويت. هاي البلوكة مرة قروشتني. طبعا المستنقع الجديد كان بيبعد عني شي 9000 بلوكة، اضطريت أروح عليه من النذر. اوكي، وبعد ما جمعت كل الموارد الحين راح ابدا بناء ان شاء الله، ولكن غيرت الزاويه، ما راح ابني بهذاك الطرف، لا، ما راح ابني بهذاك الطرف، راح ابني من هذا الطرف، من طرف الجهة الثانية، يعني من جنب مبنى الانجازات. مثل ما شايفين يعني مرة حوسة وفي جبال وفي. راح انظف كل شيء، راح اضبط كل شيء خلف الكواليس حاليا، واضبط الارضية، واشيل هذا الستون اعبيه كله ديرت، احول الجبل الى ديرت وبرجع لكم. فجاهزين اسوي لكم اللمسة السحرية قبل وبعد، اللي هي اول مرة اسويها في حياتي. كيف بالله اللمسة السحرية؟ مش حلوة؟ مش جميلة؟ بالله عليكم كيف؟ كتبوا لي امدحوني في الكومنتات، أبيكم تمدحوني في الكومنتات، أبيكم تمدحوني في الكومنتات. والله أنا مرة سيئة، بس سلكولي شوي، يعني أول مرة أسويها في حياتي، فسلكولي شوي يعني، وفي الكومنتات سلكولي شوي، أدري إنها مرة خايسة وسيئة، فبس سلكولي شوي. وطبعا مثل ما شايفين هذا الشكل النهائي للمبنى، مبنى كامل مكمل جاهز 90%، باقي بس الأثاث. بالطابق الأرضي أو بالحجرة الأرضية راح يكون في عنا فكرة لمقطع اللي قادم إن شاء الله، أو مش القادم، ممكن بعد حلقتين. والفكرة اللي فوق كمان راح تكون بالمقطع اللي قادم، مش بعد حلقتين، لا راح تكون بمقطع قادم. طبعا راح يكون عبارة عن مخزن وبس. يعني صراحة ما راح أتعمق كثير في شكل المبنى، لأن شكله خايس لسه من جوا، ولسه بده تفاصيل أكثر. فخلوني أخلص المبنى، أكمل المخزن، وأبني كل شيء، وأرجع لكم في الحلقة القادمة. فبس هنا وصلنا للمقطع، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. كما قال من قناة RPG برو، عدنا والعود أحمد. السلام عليكم.